بيبدأ فيلم النهارده بواحد بيجري في الغابة بيدور على مساعدة ويشوف الشمس وبيجري ورا النور لحد ما بيتوه وبيشوف سرب بيجري من الغربان معدي من فوقيه مش بيستسلم وبيتشعلق على شجرة وبيزرع غراب وبيكون هيقع وبيمسك نفسه وبيكمل بس الغصن بيتكسر وبيقع وبيكون تعبان جدا وبيسحب في شنطته وياخد منها السكينة عشان يحمي نفسه وبيحس بحركة حواليه وفجأة بيتسحب من رجليه وبيقعد يصرخ ويطلب المساعدة مش بنعرف ايه اللي حصل. وبتظهر لينا وتكون موظفه في محل بيع الحيوانات وتكون واقفه بتدخن وبيجي لها زميلها في الشغل وبيقول لها ان الحيوانات مش بتحب التدخين فبتتاسف له وبيقول لها تيجي معاه وبيوريها البغبغان الذهبي وبيقول لها انه سلاله جميله وفي حديقه حيوانات عايزاه وبيقول لها ممكن توديه فبتوافق وبتاخده معاها للشقه وبنشوفها واقفه في الحمام وبتلبس باروكه وبتخرج وبيجي واحد يتعرف عليها وبيسالها عن اسمها فبتقول له كادورين وبيسالها عن عملها فبتقول له رقصه باليه وبتتحرك تاني يوم مع البغبغان وبتفضل ماشيه وسط الطبيعه خلابه وبتقف تحط بنزين وبتجيلها رساله من لوسي بتسالها ليه ما حضرتش حفله ابين امها وانها لازم تنسى الماضي لانها عدى عليه اكتر من 15 سنه وبتكمل في طريقها لحد ما يبدا التليفون يحصل عليه تشويش والكاسيت بيغير لوحده والعربيه بتعطل وبتحاول تشغلها بس بتفشل وبتكون عطلانه في نص الغابه وبتلمح يافطه بتروح عليها وبيكون مكتوب عليها مكان اللي بيروح ما بيرجعش بتروح تاخد البغبغان وبتقعد تنادي على اي حد عشان يساعدها ولما بتحس انها بعدت بتكون عايزه ترجع للعربيه بس مش بتلاقيها وبتقعد في نص الغابه وتسمي البغبغان داروين وبتشوف سرب كبير من الغربان جاي ناحيتها والارض بتتهز جامد وبتلمح حد بيجري وتطلع تجري وراها بتلاقيها واحده واقفه واول ما بتشوفها بتجري بتقعد تجري وراها لحد ما بتلاقيها واقفه قدام كوخ وبتقول لها لو خايفه على حياتك اجري وبتقعد تعد لحد ما بتدخل وبتقفل الباب ولينا بتهدى وبتسالها ايه المكان ده وانتم مين وبتقول لها المكان ده اسمه القفص وانا اسمي مادلين بتقول لها دي كيرا وده دانيال بتقول لها انت مين بتقول لها لينا وبتقول مفيش وقت هم هيفرحوا بيكي وبتقول لها مين دول بتقول لكيرا تهديها وبيقفوا صف مستنيين الناس اللي اسمهم المراقبين وبيقولوا لينا تتقدم وبتسمع صوت وبتقول لها ايه ده بتقول لها بيسقفوا لك وكده بدا العرض وبيجي تاني يوم لينا بتكون ماشيه وبيسالوها رايحه فين فبتقول لهم هروح انا مش هعرف افضل هنا وبتمشي مع داروين وتقول الناس دي مجانين وانا لازم الاقي العربيه بس وهي ماشيه بتسمع حد بينادي عليها وبيقول لها عملتي كده ليه وبتخاف وبتقعد تجري في الغابه وبتلاقي نفسها في نص الغابه وبتقعد تستريح ومادلين متجله بتقول لها انت مش اول واحده تحاولي تهربي من هنا بتقول لها تعالي معايا تعرفها ان الغابه بتسبب الهلاوس وبيقفوا عند اليافطه وبتقول لها انها بتبعد نص يوم عن القفص وان اللي بيعديها مش بيرجع تاني وبتقول لها مين اللي عملها فبتقول لها دانيال وكيرا بيقول عليهم الاساتذه وبتقول لها تعالي عشان الشمس بتغرب ودانيال بيكون قاعد بيتكلم كانه في عرض ولينا بتسال مادلين المفروض اعمل ايه فبتقول لها تصرفي على تابعتك هم عايزين كده وكيرا بتقول لها انهم بيحبوا الرقص وبتشغل اغاني وبترقص وبيكون التلفزيون فيه برنامج بيتكلم على 12 شخص محبوسين في بيت وبيجي تاني يوم ومادلين بتقول لينا ان الشمس بتقعد 10 ساعات ودقيقتين ولازم تكون هنا قبلها وكيرا بتقول لها تيجي معاها ما تخافش هي مش بتعض وتوريها حشائش بتستخدم لتخفيف الالام وبتكلمها عن جون جوزها وبتقول لها انه جه معاها وانها لما تقابله هتحبه بتسالها هو فين بتقول لها خرج من 6 ايام ولسه ما رجعش وبتوريها نبته الشطراء بتقول لها انها بتعالج من النزيف وبتسالها لينا المراقبين عايزين مننا ايه وبتقول لها مادلين عندها نظريه انهم مجانين وعايزين يشوفوا اشخاص وبتاخدها المكان عامل زي النفق وبتقول لها ان المراقبين بيستخبوا هنا بالنهار وبتسالها بالك قد ايه هنا تقول لها حوالي 5 شهور وبيتجمعوا كلهم مادلين بتبدا تقول لهم القوانين انهم بالليل ما يفتحوش الباب لاي ظرف وانها ما تديش ظهرها للست لو حصل ايه وانها ما تقربش من الجحور وتفتكر انها عايشه على ارضهم وانهم سايبينهم عايشين عشان هم ماشيين على القوانين وبيظهر حد بيتحرك حوالين القفص وكلهم بيكونوا نايمين ولينا بتروح تخبط على الازاز وبتحط ودنها عشان تسمع وبعديها بتروح تنام بس بيسمعوا خبط جامد ومادلين بتقول لها تهدى هما بس عايزين يشوفونا وبتروح تاني يوم مع دانيال بيقول لها ان جون كان بيصطاد معاه لحد ما اختفى بقى بيصطاد لوحده وان مادلين فاكره نفسها عارفه كل حاجه عشان هي كانت بتدرس في جامعه ولينا بتشوف ست واقفه بتساله بالك قد ايه هنا فبيقول لها 8 شهور بتقول له ما شفتش حد من المراقبين قبل كده فبيقول لها لا مفيش حد بيشوفهم ويعيش فبيسالها انت مش مصدقه مادلين فبتقول له لا بتقول له انا عارفه انك انت كمان مش مصدقها وبتاخده وبتروح عند الجحر وبيحاول يمنعها فبتقول له لو خايف يرجع للقفص قول لهم ضيعتها في الغابه وبتساله انت مش عايز تعرف هم مين بتربط نفسها بحبل ودانيال بيمسكها لحد ما بتوصل لتحت وبيقول لها ما تبعديش عن ضوء الشمس وبتولع بالولاعه وبتلف في المكان وبتلاقي جريده وكاميرا وتمسك دبدوب بس بيكون عليه حشره وبتخاف وبتلاقي عجله وبتخلي دانيال يسحبها لفوق وبتسمع صوت جنبها وبتنادي على دانيال وفي حد بيمد ايده ناحيتها بس دانيال بيرمي لها الحبل وبيروحوا لمادلين تكون مش مصدقه انهم لقوا الحاجه دي تحت صخره ودانيال بينادي عليهم ومادلين بتوقفها وتسالها انت شفت حاجه خوفتك صح شفت ايه بس بتقول لها ما شفتش حاجه ودانيال بيكون عارف يشغل الكاميرا على التلفزيون ويقدروا يستخدموها ككاميرا مراقبه ويشوفوا المراقبين ويقعدوا بالليل يراقبوا الوضع مادلين بتقول لهم يتصرفوا على طبيعتهم ويسمع صوت حد بيخبط على الباب ودانيال بيكون عايز يفتح بس مادلين بتقول له مستحيل يكون في حد بره وكده بتتحرك ناحيه الباب وتساله انت جون فبيقول لها اه افتحي لي بس مادلين بتقول لها كوني ذكيه اكيد مش هو ودانيال بيكون عايز يفتح الباب ومادلين بتسال لينا انت عملت ايه بتقول لها انا رحت للجحر ودانيال بيقول لها انا كنت معاها ومادلين بتقول لها انت بتتصرفي زي الاطفال وهتودينا في داهيه وكده بتكون مصممه تفتح الباب فبتقول لها تساله سؤال محدش يعرفه غيره وبتساله ايه الكتاب اللي انا بقراه فبيسكت شويه وبيقول لها مش عارف بتقول له ازاي انت عارفه وجبناه مع بعض وانت قلت انه بيفكرك بيا مادلين بتقول لها المراقبين مش بيسيبوا حد عايش فكده بتقول له جون شيل الكاميرا على الارض وحطها على وشك عشان الكل يشوفك ويروحوا يراقبوا الوضع وبيكون فعلا جون ولينا بتلاحظ حد واقف والكاميرا بتتكسر فجاه والمراقبين بيقعدوا يكسروا المكان عشان يخشوا ومادلين بترجع الحاجه تاني يوم
وتشوف لينا امها واختها، وامها بتقعد تقول لها تقفل الشباك بس هي بتقعد تقفله وتفتحه، وامها بتتعصب عليها وبتقفله، وهي بتحط ايديها وبتقعد تصرخ وما بتركز معاها وبتعمل حادثه. وبتروح لينا لكيرا بتكون قاعده سرحانه، وينا بترسم وتبص جنبها مش بتلاقي كيرا، بتطلع تدور عليها وبتلاقي واقفه عند الجحر، بتقول لها كان قريب مني جدا وكنت حاسه بيه ودلوقتي برضه حاسه بيه. وبتكون عايزه تنط بس لينا بتمنعها، ويسمع صوت دانيال اللي بيروح عليه جري وبيكون رابط مادلين وبيسيبهم وبيجري، وكيرا بتجري وراه وبيرجعوا على القفص بس بيكون دانيال قافل الباب ومش راضي يدخلهم. وبتروح مادلين ولينا يستخبوا وبيفضلوا مراقبين الوضع، وبيكون في حد من المراقبين قريب منهم بيروح عند القفص وبيصرخ بصوت عالي وبيروح له الباقي بيقفوا قدام القفص، ودانيال بيقول لهم انهم مش موجودين فبيروحوا يدوروا عليهم، وبيجروا بيقعدوا يخبطوا لدانيال، وبتقعد لينا تترجى لحد ما بيفتح، ومادلين بتتخانق معاه وبتقول لهم يقفوا عشان هم كسروا القوانين، وانا مش بضحك عليكم بس اخبي عليكم حاجات عشان احميكم، وبتقول لهم انها درست التاريخ والاساطير وانها جات لنا بمزاجها. وفي يوم من الايام كانت بتصطاد ورجع للقفص بس قابلت حد من المراقبين واللي طلع نسخه طبق الاصل منها، بتقول انهم بشر ودم جدا وبيعرفوا بالمستبدلين او المجنحين او الجنيات، بتقول لها ان هم بيدرسوهم ودي لعبتهم ومصدر الهامهم، علشان كده مش هيسيبوهم يمشوا ويبداوا يسمعوا صوت نفسهم وهم بيصرخوا ويتكلموا. مادلين بتقول لهم ان دي كوابيس، وبيلاقوا المكان بدا يتكسر وبينزل باب تحت الارض، ودانيال بيحاول يكسروه لحد ما بينجح وبيلاقوا باب تاني ويفتحوا وبينزلوا تحت واحد واحد، ومادلين بتنزل وبتقفل الباب وراه، وبيكون المكان زي معمل ابحاث وبيكون في اكل كف لسنين، ويبقى في كمبيوتر شغال بس مش لاقط اشاره وعليه فيديوهات للبروفيسير، بيقولوا المكان ده بنى بدم الابرياء، وبيقولوا ان ظهرت له بنت شعرها احمر وانهم بيعرفوا يغيروا شكلهم لاي حاجه، وبيظهر فيديو وهو حابس واحد فيهم معاه وبيقرب منه وبيحاول يهديه وبيتعصب بيكون عايز يهجم عليه، وبتجيب اخر فيديو ليه وبيقول في طريقه انهم يمشوا من المكان ده، هو انهم يروحوا عند النار ويمشوا ورا الطيور وهيلاقوا كارب هناك، وبيقول يروحوا للجامعه ويدمروا ابحاثه وبيطلع فوق وبينتحر، وهنا بتكون مصدومه هي واللي معاها وبتقول لهم هنمشي بكره، وكده بتكون فرحانه وبتشغل اغاني وبتقعد ترقص ودانيال بيرقص معاها. وبيطلعوا تاني يوم الصبح والمكان بيكون متدمر وبيتحركوا في طريقهم للهروب، ومادلين بتقول لهم ان الغابه هتحاول تمنعهم من الهروب ولازم يفتكروا ايه الحقيقي واللي مش حقيقي، وبيلاقوا العلامه اللي قال عليها وبتخلي داروين يطير وبيتحركوا وراه، وبيلاقي حاجه قدامهم وتعرفهم مادلين انها سجن، ان المراقبين والبشر كانوا في حرب مع بعض لحد ما حبسوهم هنا، وهم قعدوا سنين يحفروا لحد ما خرجوا واكتشفوا انهم خسروا سحرهم وفضلوا محبوسين هنا في الغابه وبيكملوا طريقهم. ولينا بتهلوس وبتشوف اختها وبتبدا الدنيا تمطر وبيجروا ورا داروين، وفي سرب من الغربان بيعدي وبيبدا المراقبين يظهروا ويجروا وراهم، ومادلين بتقول لهم ما يبصوش وراهم ويوصلوا عند النهر وبيكونوا فرحانين ويسمعوا اصوات، ودانيال بيسمع صوت حد بيستغيث وبيروح يجيبه وبيكون وحش من جون وبيخلص عليه، وبتتجمع الوحوش كلها قدامهم ودانيال بتحاول زيهم، وبتصحى لينا وتصحي الباقي وبيكونوا نجحوا في الحروب وبيوقفوا اتوبيس ويركبوا معاه، تكون الناس كلها مركزه معاهم، ولينا بتطلب من واحد يعلي الموسيقى وتقول انها تروح تاني يوم الجامعه عشان تعمل زي ما البروفيسير طلب، وبتوصل بيتها وبتخش وبتستحمى وبتبص لنفسها في المرايه وبتفتكر الحادثه واختها لوسي واقعه وبتقول لها ليه عملتي كده، وبتروح تاني يوم للجامعه وتدخل مكتب البروفيسير وبتلاقي الابحاث بتاعته وتصميم المكان، وبتشغل التسجيل وبتلاقي برديه وبيحكي قصتهم انهم كانوا هما والبشر صحاب لحد ما جنيه وبشر يتجوزوا وخلفوا السلاله دي اللي تقدر تتحول، بيقولوا انها من ساعه ما البشر حبسوهم ما اثبتش انهم تم القضاء عليهم، وبتشوف لوحه مكتبه على صور الوحوش والبشر مع بعض، وبتشوف جوابات على مكتبه وبتروح لكيرا وتقول لها انها راحت مكتب البروفيسير ولقيته زي ما هو ما حدش جه جنبه، وابحاث كتير عن القفص ومراقبين، وبتوريها صور لقيتها في المكتب وبيكون فيها البروفيسير مع زوجته مادلين، بس بتقول لها كانت هتعرفنا، فبتوريها سجل الوفيات وبيكون المفروض ان مادلين ميته من 2001 بسرطان الرئه، وان ممكن الوحش اللي كان معاه في القبو ده غير شكله وبقى زيها، وده كان هدف البروفيسير من الاول، فبتقول لها بس هما مش بيعرفوا يمشوا في النهار، بتقول لها يمكن تكون مختلفه، وبتقول لها هي واحده منهم، وبيتكلموا مع بعض بيقولوا ان ده مش مكانها وانهم لازم يرجعوها، وتبص بتلاقي كيرا راكبه العربيه وجايه، فبتبص لها بتقول لها انت مش كيرا، بتقول لها انا جاي احتل شخصيتك، وبتقول لكيرا تهرب بس بيظهر وراه جون بيضربها على دماغها وبيجري ورا رينا وبيمسكها وبيقول لها حبسونا تحت الارض وقعدنا نحفر زي الحشرات، وبيحتفها في الازاز، وبتقول لها ان متحكم فيها الكراهيه، وبتقول لها انا ما ينفعش استمنك على السر، فبتقول لها وعدك يا مادلين مش هقول لحد، بتقول لها انا من غيرك كنت زمان لسه محبوسه في الغابه، بتقول لها طول عمري بحلم ان اطلع بره الغابه، بتقول لها انا اسمي الحقيقي بالربوختان، بتقول لها ان البروفيسير وعدهم انه يعرفهم طريقه الخروج بس هو حاول يضرب عليها نار فقتلته، وتتحول للبروفيسير، فبترجع للبيت جاري وبتدور على كيرا وتلاقيها بتتحول لشكلها وبتمسكها عشان تموتها، وبتقول لها انا همشي وسط الناس بجسمك، بتقول لها انت قتلت امك وتخليتي عن اختك، وتقول لها ان البروفيسير ما قالكيش اشمعنى انت بتمشي في النهار والباقي لا، فبترميها على الارض وبتسالها عن اللي بتقوله، بتقول لها سمعت تسجيل في الجامعه وبتقول انكم انتوا والبشر كنتوا عايشين مع بعض كواحد، وبتقول حتى في شويه منكم اتجوزوا يعني انت نصك بشريه ونصك جنيه، وبتقعد تقول لها انت ما حسيتيش المحبه والغيره والكراهيه والعفو، انت نصك طيب والجزء التاني شرير، وبترجع مادلين لشكلها الطبيعي وبيطلع لها جناحات وبتطير، وتقول لها اتمنى اللي انت قلتيه ده يبقى صح، وبتمشي وبتجري على كيرا وتفوقها وبتقول ان كل اللي حصل معاها ده كانه حلم، وان مادلين اكيد قاعده بتراقبها، بتكون قاعده بتحكي لاختها لوسي، بيدخل عليها عيال لوسي وبتكون مادلين واقفه بتراقبها فعلا، وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.